غاية الخطورة على مرمى الزعيم القطري. كرة على التنفيذ إنينيو، يا رب بعيدة بعيدة بعيدة. أوه، ما كانت بعيدة، ما كانت بعيدة. سيد الكرات الثابتة في تشومبوك إنه إنينيو، وهدف أول في المباراة. كما ذكرت الفريق الكوري في الكرات الثابتة، زاوية محمد صقر مسؤول عنها، صقر يتحمل مسؤولية كاملة. فرح كبير الآن في قلعة جينينيو، هنا فرح كبير في ملعب كأس العالم، في ملعب تشومبوك، في ملعب جيونجو، هذه المدينة التي يجن جنونها الآن. جيونجو يجن جنونها بهدف لا شيء على يسار محمد صقر وعن طريق البرازيلي إنينيو. البرازيل مثل هالكرات بنالتيات. طيب كان مفترض أيضا أن يقدر طلب السد في هذا النحو، وأن يقدر طلب السد الآن، ولا كرة جول جول. طلب السد قدر برأسية. الله الله يا عبد القادر كيتا، يا سلام، يسجل 5 أهدافه، 6 أهداف الآن في مرمى تشومبوك. الله الله الله، برافو يا زعيم، برافو يا ذيب، برافو يا عيال القلعة البيضاء. بيضاء يا أبيض، بيضاء يا أبيض. شوف وكيتا المدافع حولها، الشبكة اهتزت. 1-1، 1-1. الزعيم لا يسقط بسهولة أمام أكثر من 41,000 متفرج هنا في قلعة جيونجو، القلعة البيضاء. سعيد الآن في الدوحة. نذير بالحاد، الكرة مقطوعة إلى وون جايبان ناحية الجهة اليمنى، تغطية موجودة أمامه، مقطوعة إلى نذير بالحاد. يتقدم هذا الجزائري، هذا الرائع، يتوغل، يقطع أكبر مسافة، يفكر بالكرة إلى خلفان، يهديها خلفان، يعود نذير بالحاج لطلب الكرة، وصلت إلى نذير، متروكة، خطيرة. جول 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 جول. الله 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 الله. عيد مبارك يا سد، عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى. نعم بما مضى، وبأمر فيه تجديد. العيد يعود للسد بعد 22 سنة، بعد 22 سنة فعلها عبد القادر كيتا. الله 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 الله. السد العظيم، السد المنيع، السد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كان سدا أمام انتصارات تشومبوك الذي لم يخسر في جيونجو في كوريا. يا سلام يا سلام يا زعيم. هم يريدون مباراة نظيفة، ويريدون إنينيو من أمام ركلة الزاوية، وبقبضة اليد تعود. يا إلهي، ووقع المحظوظ. جول كوري في اللحظات. فريق الكوري بتسجيل التعادل. كنا نقول من أول الحذر، كل الحذر من ركلات الزاوية. ولاحظ الكرة الماضية جاءت على القائم البعيد، أرسلها إنينيو إلى جونجمين اللي حولها في الجول. حاول من خلالها وسام رزق، لكن الكرة في الشبكة، وهدف التعادل جاء في الوقت القاتل. مباراة صعبة، مباراة عصيبة